السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهاردة جايه لكم بوصفة البفتيك الكداب. هنعمله بمكونات بسيطة وسهلة. ايه المكونات اللي عندنا نص كيلو لحمة مفرومة، و2 بصلة متوسطة وعليها معلقة توم مفروم، و6 معالق بقسماط مطحون، وبيضة، وليمونة كبيرة مع معلقة خل. والبهارات بتاعتنا معلقه ملح كبيره، معلقه 7 بهارات لحمه، معلقه بيكنج باودر كبيره، ودي مهمه جدا للبفتيك الكداب عشان ما يكشش مننا، ومعلقه فلفل اسود. نبتدي بقى الطريقه مع بعض. اول حاجه هعملها هحط البصل في الكبه مع البهارات مع الليمون، واضرب ده كله مع بعضيه. عايزاه مفروم خالص. كده انا فرمت البصل. هضيف ايه دلوقتي عليه؟ هضيف عليه البقسماط مع البيضه مع جزء من اللحمه، مش اللحمه كلها. وابتدي اضرب ده كله مع بعضيه. كده خلاص، كده اتطحنت معايا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هضيف المكونات المطحونه ديت على اللحمه اللي انا ما طحنتهاش. كده بعد ما ضفتهم على بعض ابتدي ان انا اعجن كل المكونات دي مع بعضيها. كده اهي احنا قلبناها كويس. ودلوقتي هنعمل ايه بقى؟ انا عندي صينيه وعندي كيس تلاجة انا قطعاه كده. لو انت ما عندكيش اكياس بتاعه بفتيك، بفتحه كده وبفرده على الصينيه عشان يبقى سهل معايا، وباخد قطعه كده، واحده هنا، واحده تاني هنا. وبعمل ايه؟ ببتدي انزل عليها الجزء التاني من الكيس وابتدي اشكلها. نشكلها نفس قطعه البفتيك اللي احنا بنعملها. الحجم بقى اللي انت عايزاه متوسط، عايزاه كبير، براحتك. بصوا، هعمل بقى بقيه الكميه دي كلها وارجع لكم بعد ما اخلصها. كده يا حبايبي احنا خلصنا كل الكميه اهي زي ما انتم شايفين اهو. طبعا بنحط كله فوق بعضيه زي ما انتم شايفين، والفواصل بينهم اللي هي الاكياس. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحطه في الفريزر يجمد شويه قبل ما نعمله بالبيض والبقسماط عشان يكون متماسك معايا. نرجع لكم بقى بعد ما نخرجه من الفريزر ونعمله مع بعض. كده يا حبايبي رجعنا لكم بعد ما قعد البفتيك في الفريزر لمده ساعه. قعدته ساعه. بصوا بقى متماسك ازاي كده، ان انا اقدر ان انا اعمله بالبيض والبقسماط هيبقى سهل معايا ومش هيفك. يلا بقى نبتدي نشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا بيضه وهضيف عليها رشه ملح بفلفل اسود،
وعندي هنا اهوت كوبايه بقسماط وكوبايه دقيق ذره. ما عندكيش دقيق ذره عادي استخدمي اي دقيق، بس انا عشان عندي دقيق ذره فبستخدمه، بيدي نتيجه كويسه جدا. هبتدي بقى دلوقتي اعمل ايه؟ اضيف شويه لبن على البيضه، واقلب كل ده كده مع بعضيه. بس كده خلاص. كده هقلب البقسماط مع الدقيق. كده هبتدي اخد واحده من البفتيك واحطها في خليط البيض، بصوا متماسك ازاي. نعمل واحده تاني. كده اهي، ما بياخدش وقت خالص. هخلص بقى كل الكميه كده. احنا كده عملنا 2 اهو قدامكم متماسكين وما حصلش فيهم اي حاجه ولا فكوا. اخلص بقى كل الكميه ونرجع لكم. كده احنا عملنا اول 4 قطع. انا حبيت ان انا ايه قبل ما اخلص الكميه اقول لكم انا هعمل ايه. طبعا بما ان انا مش هعمله النهارده، انا هعمله واحطه في الفريزر، فبين كل راق هحط الكيس مطرح الكيس اللي انا كنت حطاها كده اهو، وابتدي اعمل راق تاني عليها عشان لما اجي احطه في الفريزر وبعد كده اهو اجي اطلعه استخدمه يبقى سهل معايا، يبقى كل جزئيه منفصله عن التانيه ما يلزقش مني ويطلع البقسماط. كده هكمل على الوضع ده ونرجع بقى بعد ما نخلص ايه الكميه كلها. بس انا حبيت اقول لكم على الملحوظه ديت. كده وصفه البفتيك كده خلصت. كده انا هحطه في الفريزر، في اي وقت بطلعه بستخدمه على طول. وملحوظه ما ينفعش ان انت تطلعيه وتسيبيه لما يفك، لو فك مش تعرفي ان انت تقليه. اول ما بتطلعيه بتكوني مجهزه الزيت او السمنه اللي انت هتعمليه فيها وبتبتدي تقليه. وكده وصفتنا خلصت، واتمنى ان يكون طريقه البفتيك الكداب عجبتكم وتكون سهله وبسيطه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.